اتجوزت ابن صاحبتها اللي أصغر منها ب15 سنة. القصة الغريبة ما بين سوسن بدر وناهد فريد شوقي. تخيل تبقي صديقة لحد سنين طويلة وفجأة تكتشفي إن ابنك اتجوز صاحبتك. القصة دي حصلت فعلا ما بين سوسن بدر وناهد فريد شوقي. سوسن بدر اللي الناس بتسميها نفرتيتي السينما المصرية عمرها ما كانت ترند بسبب لبس أو جدل، لكن دايما بسبب أدوارها القوية وشخصيتها اللي محدش شبهها. بس بعيدا عن الكاميرا كانت حياتها الشخصية فيها أحداث أغرب من أي مسلسل. سوسن اتجوزت 7 مرات، وأكتر جواز عملت ضجة كانت من فريد المرشدي ابن صديقتها المقربة ناهد فريد شوقي اللي كان أصغر منها ب15 سنة كاملة. القصة بدأت لما اتقابلوا في موقع تصوير، وحصل ما بينهم إعجاب واتصالات متكررة بعد التصوير، وفريد قال إن هو كان شايف فيها ست ناضجة ومختلفة، وهي كمان اتأثرت بشخصيته وهدوءه. لكن المفاجأة سوسن بنفسها اتصلت بناهد فريد شوقي وقالت لها ابنك بيكلمني. فناهد ردت عليها بمنتهى الهدوء: انا عارفه ان هو معجب بيكي، بس خلي علاقتك بيا غير علاقتك بيه، ارتبطوا او لا، احنا اصحاب وده ما بيغيرش منا اي حاجه. رد ناهد كان نادر جدا ومليان وعي وهدوء، وبالفعل تم الزواج رسميا، لكن الجواز ما استمرش. وسوسن بدر قالت انهم كانوا شخصيتين مختلفتين جدا، بس بتكون له كل الاحترام والتقدير، وان هو انسان طيب جدا. وسوسن ما وقفتش لحد هنا، اتجوزت بعدها من الشاعر سامح العلي اللي كان اصغر منها ب10 سنين كمان، بس الجواز برضه ما استمرش اكتر من 6 شهور. سوسن دايما كانت بتقول رايها بكل وضوح: الست من حقها تتجوز حتى لو راجل اصغر منها، لان ما فيش عيب في الحلال، والمشكله كلها في نظره الناس والعادات القديمه. هل شايفين ان فرق السن الكبير ممكن يبوظ الجوازه، ولا الحب ملهوش سن ولا حسابات؟ اكتب لنا رايك تحت في الكومنتات.